غنرجعوا للاصل. الا بغيتي تلقى الروح الحقيقيه ديال الاكاديين في كندا خاصك تجي لهنا لنوفا سكوشا. هنا فين بدا كل شيء، هنا فين تزرعات اول بذره اكاديه في سنه 1605، وهنا فين تكتبات اول قصه ديال الصمود في التاريخ. في الفيديو الاول من هذه السلسله شفنا كيفاش بداو الاكاديين حياتهم هنا، وكيفاش وقعت المأساة ديال الترحيل الكبير لو غران ديرانجمون سنة 1755. موراها في الفيديو الثاني مشينا لنيو برونزويك واكتشفنا قصة أكادي الجديدة وكيفاش الأكاديين بناو وطنهم من الصفر. في الفيديو اللي فات كنا في جزيرة الأمير إدوارد وشفنا حكاية الناجين اللي تخباو في وسط الغابة، ولكن اليوم غنشوفوا حاجة أخرى. غنشوفوا كيفاش الأكاديين اللي تطردوا من هذه الأرض داروا المستحيل ورجعوا لها. هذه القصة فيها الأمل والقوة والعزيمة اللي ما كتفناش. السلام عليكم اعزائي المستكشفين، ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم بيان اكسبلور. هنا ما كنكتشفوش غير البلايص، هنا كنعيشوا قصص الاكاديين، كنقلبوا على الهميزات المخبيين في كندا، وكنشوفوا سحر الطبيعه من زاويه مغربيه. خذوا لكم لحظه هدوء وجدوا لكم شي كويس د اتاي ولا قهوه واجيو نعيشوا كاملين تفاصيل هذه الرحله. في سنه 1605 جاو الفرنسيين واستقروا هنا في بور رويال في نوفا سكوشا. ما كانوش غير عساكر، كانوا فلاحة وحريفية. داروا يديهم في الأرض وبداو كيبنيو نظام السدود باش ينشفوا الأراضي المالحة ويردوها صالحة للزراعة. هاد الشي خلى الأكاديين ارتبطوا بالأرض ديالهم بواحد الشكل عميق. الحدث اللي وقع في سنة 1755 ما كانش غير ترحيل، كان محاولة لمحي شعب كامل من أرضه وتاريخه. تخيلوا الفاجعة، آلاف الناس تشتتوا، الديور تحرقات واللغة والدين ولاو مهددين. ولكن كيف ما كيقول المثل، اللي عنده أصل ما كيموتش. مورا سنوات ديال الضياع والترحيل بعض الأكاديين قدروا ينجاو ويرجعوا. فين رجعوا لنوفا سكوشا، ولكن ماشي لنفس الأراضي الخصبة اللي خداوها منهم الإنجليز خداو أحسن الأراضي وعطاوها للمستوطنين الجدد. الأكاديين اللي رجعوا لقاو راسهم مضطرين يستقروا في الجانب ديال المقاطعة، في السواحل الصخرية والبلايص النائية اللي حتى واحد ما بغاها. وهذه هي الروح الأكادية الحقيقية، فين ما حطيتيه كينوض. هاد الناس ما استسلموش، داروا يديهم في الصيد وخدموا في البحر. هاد الشيء خلاهم يتلقبوا بأسود البحر كرمز للقوة والصمود ديالهم في وسط العواصف. اليوم إلا زرتي نوفا سكوشا ما غتشوفش غير الطبيعة، غتشوف ثقافة حية ومزدهرة. مناطق بحال كلير اللي كتسمى أطول شارع رئيسي في العالم هي قلب الحياة الأكادية. ومن بين الحوايج المميزة لهذه المناطق هي الكنائس الضخمة اللي بناوها بيديهم من الخشب، بحال كنيسة سانت ماري. هذه الكنائس ماشي غير أماكن العبادة، هي مراكز الحياة الاجتماعية الذاكرة ورمز على شحال هاد الناس محافظين على دينهم ولغتهم. والأكاديين هنا عندهم ارتباط قوي بالسكان الأصليين، حيث هما اللي عاونوهم بزاف في الترحيل، وحتى اليوم الأعلام ديالهم كيرفرفوا بجوج كرمز للصداقة والصمود المشترك. اللغة الفرنسية في مناطق نوفا سكوشا مختلفة شوية على الفرنسي اللي كنسمعوه في كيبيك أو فرنسا. هي فرنسية قديمة حافظوا عليها من جيل لجيل، كتحس بلي كل كلمة فيها تاريخ. والموسيقى هي الروح ديالهم، الكمان والرقصات اللي كتلقاها في الولائم ديالهم كتعطيك واحد الإحساس بالقوة والفرحة. هاد الموسيقى هي اللي كتحكي قصص أجدادهم، قصص الحزن وقصص الأمل. وهكا كنكونوا كملنا رحلتنا التاريخية مع الشعب الأكادي في كندا، من البداية العميقة في نوفا سكوشا، مرورا بالصمود في نيو برونزويك، وصولا لقصة الناجين في جزيرة الأمير إدوارد، رجعنا دابا للقلب النابض ديالهم نوفا سكوشا. هاد السلسلة التاريخية كتعلمنا باللي الهوية ماشي شي حاجة كتموت بسهولة. الأكاديين اللي دازوا من أصعب الظروف داروا المستحيل ورجعوا لبلادهم وحافظوا على لغتهم وثقافتهم. هاد الشيء كيعلمنا أن الأمل والإرادة أقوى من أي محاولة للقضاء على شعب. إلا عجبتكم هاد السلسلة بارطاجيوها مع الناس اللي كيعجبوهم قصص ديال التاريخ. ما تنساوش تخليو لي التعاليق ديالكم لتحت وقولوا لي اشنا هي أكثر حاجة عجبتكم في هذه الرحلة. شكرا لكم على المتابعة، نتلاقوا في فيديو جديد. بسلامة.